كل حد عنده ليا فيديو انا بشعري يشيله لو سمحتوا بعد اذنك. مفيش حد بعيد عن ربنا، حتى اللي كنت فاكر ان عمره ما هيتغير. مصر قررت تتوب، بس مش ده اهم حاجه في القصه. تخيل معايا ان واحده طول عمرها تحت الاضواء والشهره والفلوس، ودايما نشطه على السوشيال ميديا ومشاهدات بالملايين، وفجاه تطلع لايف وهي بتعيط وتقول انا تعبت وعايزه اتوب، وعايزه اقفل كل حاجه على السوشيال ميديا، وعايزه ارجع لربنا، واي حد معاه صوره ليا وانا خالعه حجابي او هدوم مش كويسه يا ريت يمسحها. اللي احنا لازم نذكره لنفسنا محدش معصوم من الغلط. ربنا مش بيستناك انك تبقى شيخ علشان تتوب، بيستنى لحظه صدق منك حتى لو في اسوأ حالاتك. محدش كويس طول الوقت ولا حد وحش طول الوقت، بس كل واحد فينا عنده فرصه ان هو يبدا من جديد. كفايه بس انك بتفكر ترجع، لان ربنا بيحب اللي بيفكر يرجع. لو حاسس ان قلبك موجوع او تايه ارجع لربنا. سيبك من الناس بتتكلم وبتمشي، لكن ربنا موجود وما بيمشيش. هيعوضك وهيهديك وهيرزقك. ابدا من جديد، توب وغير وعوض، وصدقنا هيعوضك. انا عايزه اني مش عليه. لو سمحتم انا تعبانه، ادعولي نطلع من اللي انا فيه، انا مخنوقه. وصدقنا هتحس بالفرق لما هترجع له. ربنا يثبت سما المصري ويهديها للطريق المستقيم. في النهايه انا عمر عيد، سلام.